بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. مهندس أسامة شلبي. هنتكلم النهارده عن عمليه اكسار الازوله، اللي هو النبات اللي هيعمل طفره كبيره جدا في عمليه علف المواشي والدواجن وتخفيض الاسعار. الفيديو اللي فات زرعنا الازوله. اول حاجه هفكر الناس بس بسرعه، احنا فحرنا هنا الحفره عمقها 35 سم، حطينا 5 سم تربه زراعيه من تربه خصبه جدا، بعد كده ملينا الحوض بالميه، بعد كده حطينا الازوله كيلو للمتر المربع. عملنا عمليه الاكسار وسمدنا، حطينا سوبر فوسفات وحطينا كبريتات النحاس علشان الفطريات. ده تذكره سريعه للي حصل الحلقه اللي فاتت. المره دي في عمليه مهمه جدا هنبدا نعملها دلوقتي. الحمد لله الازوله بقت تقيله اهي زي ما انتم شايفين. ده اليوم الثالث، فالنهارده هنعمل عمليه تقليب للتربه بالراحه كده. طبعا انا ما بفضلش ان انا انزل امشي فيها علشان ما يبقاش في حصوه خشنه تحتي تقوم عامله ثقب في البلاستيك فنفقد الميه. هنعمل عمليه تقليب. التقليب دي وظيفتها اول حاجه ان احنا لو في فطر او في طحلب هي بتقوم شدال تحت وواخداه فتموته. في طحالب نافعه وفي طحالب ضاره. احنا بنتكلم دلوقتي على الطحالب الضاره. الطحلب الضار لو هو موجود مع الازوله بيعمل لها مشاكل كتير، فعلشان كده عمليه التقليب بتقوم سحبه الطحلب لتحت، فالطحلب ده ان شاء الله بيقل وعلى الاقل بيموت 60-70% منه، والباقي بمبيدات حشريه ممكن نموت الباقي. اما بالنسبه للفايده الثانيه من عمليه التقليب ان انا بطلع العناصر الصغرى والكبرى قريب من جذر الازوله، يبقى الجذور بتاعه الازوله هتستفاد من العناصر الكبرى والصغرى بتاعه التربه، لان التربه هتبقى راقده والازوله طافيه، فده هيخليها تستفاد. الحاجه الثالثه لو في اماكن متعفنه او اماكن نشط عليها فطر، ده بيقدر يقللها شويه لان بيحصل عمليه تبادل الغازات فبتقلل القصه دي شويه. ده بالنسبه لعمليه التقليب، عمليه مهمه جدا والمفروض ان تتم في اليوم الثالث من الزراعه، وده هو اليوم الثالث بالنسبه لنا. بعد كده هنوريكم برضو عمليه تجهيز التسميد اللي هو هيتم في اليوم الخامس ان شاء الله باذن الله. افضل طريقه لعمليه التقليب هي بالمساحه، بنحرك التربه بالراحه جدا ونجيبها واحده واحده علشان التربه الزراعيه اللي هي في الارضيه تطلع وتطفو فوق، ما نسيبش مكان خالص لعمليه التقليب بالطريقه دي. قلبنا كده، وطبعا احنا بنتكلم النهارده ده يا جماعه احنا في شهر 11 2022، يعني درجه الحراره لسه مناسبه بس بالليل ساقعه شويه. درجات الحراره المناسبه للازوله درجه الحراره من 20 ل 30، والازوله النبات دون ممكن يستحمل درجه الحراره لغايه 5 درجه مئويه ولغايه 40 درجه مئويه. بيقف نموه تماما عند درجه الحراره 2 درجه مئويه، يعني يقف نموه ما ينتجش اي انتاج، بل بالعكس بيموت. يبقى هو بيبقى في خطر كبير عند 2 درجه مئويه. علشان كده في الشتاء في ساعه الصقيع هنقول لكم العمليات اللي احنا المفروض نقوم عليها. ودلوقتي هنتنقل عشان نوري لكم ازاي تتم افضل عمليه تسميد للازوله، الخطوات بتاعتها وكيفيه عمليه التسميد. هنتكلم بقى عن عمليه تجهيز لتسميد الازوله بطريقه بعيده عن المغذيات الكيماويه. احنا هنتكلم عن حاجات رخيصه بسيطه ازاي نسمد الازوله علشان تتم عمليه الاكسار لها في افضل واحسن الطرق. دلوقتي احنا هنجيب ده علشان الازوله دي انا هاكلها دواجن، فانا مش هعتمد خالص على مخلفات الدواجن السبله والحاجات دي، لا انا هعتمد على مخلفات المواشي، المخلفات الناشفه قوي. يعني احنا بنجيب السباخ او مخلفات المواشي بنشفها قوي فبتبقى بالشكل ده. بنحط كيلو لكل 5 متر مربع، يبقى كيلو من السباخ بيتحط لكل 5 متر مربع. طب ازاي بقى طريقه التسميد؟ بجيب وليكن ده الكيس دون في حدود 5 كيلو تقريبا. بنحط السباخ كده اهو. انا يا جماعه السباخ هحطه مباشر ليكم، ده في شكاره نفاسه هتتحرك، ونقوم لفينه كده ونقوم عاملين له كمان طريقه مزدوجه، ونقوم حاطينه بقى في الجردل بتاعنا. الجردل بتاعنا فيه ميه اهون، ونقوم جايبين اي تقل عليه عشان يحصل له التخمر، ونسيبه لمده على الاقل 5 ايام، وهوريكم بعد كده الاضافات اللي احنا ممكن نضيفها عليه. هو التقل كده ده هنسيبه كده لمده 5 ايام يحصل له عمليه تخمر وتفاعل، وهناخد السائل دون ونضيفه للازوله
ان شاء الله باذن الله. فاحنا هنجي لكم بعد 3 ايام ونوري لكم ازاي تمت عمليه التخمر. والله الموفق.